اهو كده احنا شغالين اهو في البصل لسه تحمير اهو، لسه معانا على النار. كنا حطينا نوعين، حطينا سباكيتي وحطينا مكرونه صغيره وشويه ملح في المكرونه وهي بتتسلق. ايوه، واما تقلب كده وتغلي هحط المكرونه ماشي عشان ما تعجنش، تبقى مسلوقه واحده بوحدتها. رخيصه والحمد لله. ضربت الطماطم، هعمل الصلصه بتاعت الكشري. اعملها بالثوم، بتبقى خفيفه جدا زي ما كده اتضربت اهي الحمد لله. عشان انا مريضة كانسر وبعمل كل حاجة بتأني، وعايزة يعني تدوني الدعم النفسي والامل ربنا يشفيك يا رب ان انا ابقى كويسة. بعمل كل حاجة حلوة ان شاء الله. البصل اتحمر زي ما ماما قالت لكم كده، اكبروا بخاطرها واعملوا لها لايكات كتير واعملوا لها دعم نفسي. الورد بتاع الكشري حطيت الميه عشان اسقط العدس يغلي. حطينا مكان البصل الميه، نفس الحله اللي عملنا فيها من الاول العيش ونزلنا فيها بالبصل، دلوقتي نزلنا بالميه على مكان البصل، وسيبنا شويه بصل عشان يدي اللون اللي هو البراون بتاع الرزايه ده والعدس مع بعض. الاول بنحط العدس، هاتي كده، ادي العدس اهو. الفكره حلوه للعظم، العدس ابو جبه جميل للعظم جدا، والمرضى الكانسر السرطان. العدس ابو جبه اتحط في الميه بياخد سوا غير سوا الرز. قلنا بالرز مع العدس ابو جبه الاتنين مع بعض اهو، وهما كده داخلين على سوا. طشه الطماطم، صوص الطماطم اللي بيتحط مع الكشري عملناها ازاي بقى؟ عملنا تومه وحطينا في التومه شويه خل وقرنين فلفل، ادي طلعنا منها الدقه اللي هي الدقه بالثوم، خل وثوم لوحديها كده، خدنا حبه، وبعدين رحنا نازلين عليها بصوص طماطم وعملنا صوص طماطم. هنحط شويه عليهم شطه وشويه عليهم معظم اللي ما بيحبوش الشطه بنعمل شويه مشطشطين وشويه من غير شطه. ادي صوص الطماطم اللي بينزل مع الكشري. بقى متشوق معايا نشوف الكشري. الفيديو الجاي هنوريكم طبق الكشري كامل مكمل بالشكل الجميل اللي نفسكم تشوفوه.